كهربا طلاق 3 ما هتمشي كلامك عليا ومش هتحضر فرع اختك. بتقول ايه؟ معلش يا استاذ هابد، استاذ هابد بعد اذن حضرتك سيب لي مسافه متر ما بيني وما بين كهروب اعرف اتناقش معاه في الموضوع. مش ممكن نطط لنا في غرف على الملابس على طول كده. خلاص بقى، ده انت حضرتك صحفي جدا. ايه الحكايه بالظبط؟ حكايه يا جماعه الكواليس والحصريات اللي هتجيب فرقتنا الارض دي. تعالوا بينا نعرف كل التفاصيل. اهلا بيكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الفل على كل اخواتي. حلقه التنايه الثانيه النهارده، وقبل حلقه السهره معانا اخبار مهمه جدا، لكن في البدايه وكالمعتاد ندعي لاخواتنا في فلسطين بنص قريب يا رب. لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره، رحمه الله عليه هو وكل موالدنا جميعا. لايكك، كومنتك، تفاعل مع الحلقه عشان دايما يوصلك الاشعارات بتاعت الحلقات الجديده. ونبدا قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه، ويعني هانت نقول الحمد لله على السلامه مقدما للرجاله. ايه يا دوله، ده انت لسه في حلقه الصبح اللي كانت الساعه 12 كنت بتقول المفروض الفريق وصل. اقول لحضرتك لا والله، يعني كان نفسي اقول كده، بس طياره النادي الاهلي اتاخرت ساعتين بالتمام والكمال عبال ما طلعت من المطار. المفروض الطياره كانت تكون الساعه 11 وانت بتشوف الحلقه الساعه 12، يعني المفروض كان الفريق وقتها في طريقه لغانا، لكن الطياره لاسباب فنيه اتاخر اقلاعها لمده ساعتين. الطياره طارت الساعه 1، وممكن وانت بتشوف الحلقه دلوقتي يكون النادي الاهلي اعلن ان شاء الله رسميا عن ان الفريق وصل بالسلامه لغانا استعدادا لماتش يوم الجمعه ان شاء الله. عشان تبقى عارف معايا كده، النادي الاهلي عنده هي تمرينه واحده هتتلعب يوم الخميس ان شاء الله، وهيكون في نفس اليوم هيكون في الاجتماع الفني وتصريحات ما قبل المباراه. وطبعا اكيد بكره هيكون في محاضره فيديو ما بين مارسيل كولر وما بين اللعيبه عشان يعرفوا نقاط القوه والضعف الخاصه بفريق غانا، وزي ما كولر عودهم دايما ان هو بيفرجهم على المباراه السابقه للفريق قدام نفس الفريق، يعني عشان يعرف بعض اللعيبه الاخطاء بتاعتهم. عشان تبقى عارف حاجه مهمه جدا، وردا على بعض الاخبار اللي طلعت كده على الميديا خلال الساعات اللي فاتت من بعض المحللين اللي قالوا فيها ان المفروض نادي ميدياما يا جماعه بيمر بتغيرات كبيره جدا على المستوى الفني، على مستوى اللعيبه، على مستوى الجهاز الفني بالنسبه للفريق. ليه؟ البعض قال لك ان نادي ميدياما عمل 7-8 صفقات في سوق الانتقالات اللي فاتت، وغير المدير الفني بتاعه. وطبعا لان زي ما قلت لك امبارح فريق ميدياما ما لعبش ولا ماتش من نهايه سوق الانتقالات، فبالتالي الفريق لسه هيكون قدام النادي الاهلي اول مره يجرب العناصر اللي الناس بتقول انها عناصر جديده على الفريق، وبالتالي مدير فني جديد، 7 صفقات جديده، يعني سمك لبن تمر هندي، وحظوظ النادي الاهلي هتكون في السماء لاستغلال فريق لسه ما انسجمش مع بعضه. طبعا يا جماعه الكلام ده ليس له اي اساس من الصحه تماما بعد مراجعه المعلومات والتاكد منها. طبعا الفريق غير المدير الفني بتاعه، كان عندهم مدير فني اسمه ايه يا جماعه؟ استنوا اقول لكم كده نفتكروا مع بعض، اللي هو كان طلع قال النادي الاهلي لو هو الاول في افريقيا احنا جايين نخطف الاضواء منه، اللي كان اسمه ايفانز اوجاستن لو تفتكروا الاسم ده. جه مكانه واحد اسمه كابور، هو اسمه كده يا جماعه، ده مدير فني من البوسنه واول مره يدرب في افريقيا. طبعا على مستوى الصفقات بتاعته نادي ميدياما ما غابش عنه غير جوناثان سوال، قلت لك من كام حلقه ان هو طلع لنادي النصر الليبي بيع نهائي، وما تعاقدوش غير مع واحد بس اسمه اونو، وده موجود في الدوري المحلي بتاعهم وهو ديفنسيف ميدفيلدر او محور ارتكاز، وتعاقدوا معاه من فريق هناك اسمه جولد ستار تقريبا حاجه زي كده. وبالتالي الفريق زي ما شرحت لك كده مش هيكون عنده غيابات كتيره، وهيكون جاهز للنادي الاهلي بنفس القوام الاساسي بتاعه. الكلام ده بقوله ليه يا جماعه؟ عشان بعض الاخبار بتتسرب للعيبه اللي اكيد بتتابع ميديا يقول لك بس ده ماتش سهل وبيس اوف كيك. تعالى بقى حبيب اخوك قبل ما اشرح لك ايه هو الاقتراح اللي اتردد خلال الساعات اللي فاتت اللي هيجيب اجل الكوره في مصر برعايه نادي الزمالك. تعالى نروح لخبر انا ما رضيتش اعلق عليه كتير في حلقه امبارح، لكن معلش يا جماعه يعني الكواليس والحصريات اللي عماله تكشف فيه على مدار الساعات اللي فاتت مستفزياني جدا ولازم ارد عليه. موضوع كهربا، الموضوع اللي هو المفروض اتقفل خلاص، طلع احد الصحفيين خلال الساعات اللي فاتت، واحد من الصحفيين اللي هو اعتقد يعني ظهر على قناه النادي الاهلي اكتر من مره قبل كده، وبالتالي عنده جزء من المصداقيه لجمهوره واخواته اللي بيتابعوه وبيتابعوا اخباره على انه اساس مصدر موثوق. الصحفي ده طلع على مدار الساعات اللي فاتت قال معلش يا جماعه صدري مقفول، صدري ملبش. ايه يا كابتن مالك في ايه بس حضرتك؟ قال لك والله عندي اخبار وحصريات، وانتوا عارفين انا صريح جدا معاكم وما اقدرش اخبي حاجه زي دي على الناس، فاعذروني بس في الخبرين اللي انا جاي اقولهم دول. قول يا كابتن مالك بس اهدى، اجيب لك كوبايه كركريه. قال لك لا سيبني في حاله اقول حصرياتي دلوقتي. اتفضل يا كابتن. قال لك مارسيل كولر هو بريء يا جماعه في ازمه محمود عبد المنعم كهربا. هو مين قال لحضرتك ان مارسيل كولر متهم اصلا؟ مارسيل كولر ادى الاذن لكهربا بعد ما اتاكد ان في عناصر ثانيه هتكون جاهزه مكانه. قال لك لا، كولر ما اداش الاذن بمزاجه لمحمود عبد المنعم كهربا. يعني ايه؟ قال لك بص بقى انا كنت جوه غرف حلق الملابس وسامع الكلام ده ما بينهم. كهربا من كام يوم راح لمارسيل كولر قال له انا عندي فرح اختي، قال له والله ما ينفعش يا كهروب، ما كانش يتعزى حبيبي، مودست عنده قضيه واسامه ابو علي لسه ما رجعش من الاصابه، نو فينيتو انا اسف. فبعد ما كهربا سمع ان مودست خلاص حل الازمه بتاعته واسامه ابو علي رجع مره ثانيه، راح له مره ثانيه مستر مارسيل ابوس ايد حضرتك فرح اختي وما ينفعش اغيب عنه. قال له نو كهربا حبيبي انا لازم اروح ب3 مهاجمين. قال له طب انا مصر ان انا ما اروحش. قال له انت متحمل توابع معلش بس مستر هابد انت بتاع الكواليس والحصريات، سيبني بس اديني مجال اتكلم مع كهربا. خلاص يا كهربا
كهربا اخر كلام؟ قال له اه خلاص يا مستر. قال له طب خلاص انت تتحمل تبعات ان انا ممكن استبعدك من القوام الاساسي للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. يا مستر كواليس وحصريات خلاص على كده؟ قال اه خلاص يا جماعه. رحت سايبهم هما الاثنين في الاوضه، قلت لهم في امان الله، سلام عليكم ورحمه الله والسلام عليكم. والحقيقه يعني يا جماعه انا مش قادر اعلق على الاخبار دي غير ان احنا والله بقى في بعض الناس فينا وخاصه المؤثرين على السوشيال ميديا بقوا اخطر على النادي الاهلي من الصحف الصفراء بتاعه نادي الزمالك. حوار واتقفل وقايمه وتم الاعلان عنها وموضوع وتم تاكيد ان كولر صاحب القرار الاول والاوحد داخل النادي الاهلي في اعلان قائمه النادي الاهلي. حضرتك بتهرف ايه؟ احنا حرفيا يا جماعه بقى في ناس عندنا مدعيه مصداقيه لو راحوا بصت كده للميديا بتاعه نادي الزمالك بتداري على كواليس ومصايب عامله ازاي، والله هتتعجب. احنا في بعض ميديا نادي الزمالك يا جماعه لو في اتنين ولعوا في بعض في غرف على الملابس هيقول لك ده اتنين بيهزروا مع بعض. ده لو واحد خد ضربه من الثاني ولا خد قلم ولا خد شلوت هيقول له الله هزر معايا وكمان اضربني كمان، ده ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. مش هعقب كتير على كلام الاستاذ ده، بس يكفي ان انا اقول لحضرتك البينه على من ادعى. لو حضرتك عندك دليل على الكلام اللي انت بتقوله ده انشره بالصوت والصوره بالفيديو، ما تطلعش تالف لنا مواقف من وحي خيال حضرتك. ورانا كان الشخص اللي بيقول الكواليس ده يا جماعه كان في يوم من الايام ممكن يكون موظف في شركه مر بنفس الموقف في تضارب اجازات ما بينه وما بين زميله وفي الاخر المدير حلها. هل ده معناه ان المدير يتوعد ليه ويتصيد ليه؟ ده الظاهر كده يا جماعه دي عقد نفسيه وبتطلع علينا على الشاشات الصغيره. وبالمناسبه يا جماعه نفس الشخص ده اللي بيدعي المصداقيه والكواليس والحصريات هو نفس الشخص اللي لما محمد ابو جبل تعاقده مع النادي الاهلي تم التراجع فيه طلع قال لك ان محمد الشناوي هو السبب، وهو اللي راح كلم اداره النادي الاهلي وقال لهم بقول لكم ايه، لو جبت محمد ابو جبل انا همشي بنهايه الموسم. يعني استاذ كواليس وحصريات مش كابتن شوبير اللي وقف في الموضوع زي ما مصر كلها كانت عارفه والموضوع كان مفضوح عشان ما يجيبش حارس منافس ليه في النادي الاهلي. لا يا جماعه دي كواليسي وحصرياتي. وعلى سبيل المثال للحصر جبت لك قصه الشناوي المشطشطه اللي قلتها من كام اسبوع، اجيب لك قصص ثانيه؟ تعالى بقى قبل ما نروح للخبر الاخير من سوق انتقالات النادي الاهلي والدوري المصري نتوقف مع يا جماعه اقتراح هيجيب اجل الكره المصريه حرفيا برعايه نادي الزمالك. خلال الساعات اللي فاتت طلع اقتراح جديد من الاقتراحات اللي بيتم ترديدها خلال الساعات اللي فاتت على الاعلام المصري بان اتحاد كره القدم المصري برئاسه الاستاذ جمال علام بيدرس حاليا تقليل عدد المحترفين في الدوري المصري ل3 أو 4 لعيبه بس. ده مش كمان الخمس لعيبه الاجانب، لا ده كمان ال3 لعيبه اللي تحت السن ممكن يتلغوا بالاساس. حد يقول لي يا نهار ازرق ايه دول الكلام اللي بيتقال ده؟ طب يكونش اقتراح جديد من حسام حسن وهو اللي طلع فيه عشان يكتر اللعيبه المحليه في المنتخب؟ اقول لك لا ابدا والله. انه عارف السبب بطل العجب حضرتك. الموضوع كالتالي بالظبط. هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك كان متشيك امبارح كده وطالع بره النادي، فطلع حسين لبيب قال له خد يا اتش انت مالك متشيك كده ورايح فين؟ قال له والله عنده لقاء تلفزيوني. قال لي لقاء تلفزيوني؟ طب بقول لك ايه، ما بدل ما انتوا قاعدين فاتحيننا في التلفزيون كده ومطلعين اخبار الفريق بره، ما تيجي نضرب اسفين كده يفيدنا. قال له اسفين ايه يا ريس؟ قال له خد تعالى. خلاص تمام. قال له الله عليك الله ينور، هقولها النهارده في البرنامج. استاذ هشام نصر طلع خلال الساعات اللي فاتت على احد القنوات الفضائيه اللي واخده توكيل اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك وطلع وقال انا عندي اقتراح هيفيد كره القدم المصريه بشكل كبير. ايه هو يا استاذ هشام؟ قال لك هنقلل عدد المحترفين عشان ده طبعا كل ما هيقلل عدد الاجانب في الدوري المصري هيزود عدد اللعيبه اللي موجوده للمنتخب المحلي. احنا بنقول الاقتراح ده يا جماعه ويشهد علينا ربنا لمصلحه المنتخب. وهنا خليني ارد على استاذ هشام رد فني قبل ما اقول لك ايه حقيقه ونوايا الكلام ده اصلا. حضرتك استاذ هشام لو حضرتك بتقول مصلحه المنتخب فالمنتخبات الافريقيه اللي حوالينا يا استاذ هشام دوريات بلادها سامحه بعدد محترفين يمكن وصل ل10 محترفين. انت كنت لغايه السنه اللي فاتت عندك 5 بس. قرار فتح اللعيبه الناشئين ده اصلا انت متاخر فيه سنين ضوئيه عن المنتخبات او الاتحادات الموجوده حوالينا في افريقيا زي الاتحاد المغربي والاتحاد الجنوب افريقي. وعلى الرغم من كده المنتخبات دي عامله طفرات قويه جدا على مدار السنين اللي فاتت. ليه؟ لانها عندها منظومه احترافيه قويه مش قافله وما بتجيبش اللعيبه المحترفين. المنتخبات دي عندها قوام لعيبه محترفين كتير جدا بره بيقدر يخدم المنتخب. وهنا بقى نيجي يا جماعه للرد على السؤال، هو ايه الغرض من التصريح ده اصلا او الاقتراح ده؟ ان نادي الزمالك حسين لبيب وشوش كده الاستاذ هشام قال له بقول لك ايه يا اتش احنا اكتر نادي متضرر من موضوع الاجانب ده يا راجل، ده احنا عن اكتر نادي عندنا مرفوع عليه غرامات من لعيبه اجانب مشيت. لو بصيت يا اتش كده عندنا الفريق هتلاقي ان احنا الفريق الوحيد في النص الاول من الجدول ده على اعتبار يعني الجداول بتاعت السنين اللي فاتت مالكش دعوه يا اتش بالجدول بتاع السنه دي. هتلاقي ان احنا اقل نادي اعتمادا على المحترفين. بص يا اتش احنا عندنا كام محترف؟ فاتش ممكن يقول له 4 محترفين يقول له يا اتش 4 محترفين ايه بس؟ ده هم 3 وفي منهم واحد قاعد على الدكه على طول اللي اسمه الجزيري والرابع سامسون اكينولا ما بيدخلش في التشكيل اصلا ومحدش عارف هو جه النادي على اي اساس. وبالتالي الاقتراح ده يا جماعه لما يتم اقتراحه هو في مصلحه نادي الزمالك الوحيد في الدوري المصري بعيد عن كل الانديه. وهنا سؤال مهم جدا، النادي الاهلي وهو شايف ان القرار ده بيتم دراسته في الوقت الحالي هل لن يتحرك ساكنا ان هو يعترض على حاجه زي دي هتضر بمصالح النادي الاهلي بشكل كبير؟ اولا كده يا جماعه الكلام ده بيضر بمصالح النادي الاهلي، انا بتكلم عن النادي الاهلي وكل
كل الانديه عموما هتكون مهدده بانها على الاقل هتفقد من 4 ل5 لعيبه بشكل تعسفي، وهيخلي الانديه دي تفسخ التعاقدات بتاعه اللعيبه بتاعتها وتدفع قيمه العقد بتاعها بالكامل لانها فسخت التعاقد من طرف واحد. مش كده وبس، النادي الاهلي هيتضرر لان حظوظه التنافسيه في دوري ابطال افريقيا هتقل كتير بوجود محترفين اقل مقارنه بالانديه الكبيره اللي بتسعى لزياده عدد المحترفين فيها وبتجيبوا محترفين على اعلى كواليتي خلال السنين اللي فاتت، وده اللي رفع المنافسه بشكل كبير جدا في افريقيا. هل النادي الاهلي ممكن يسكت من دلوقتي ويستنى لما القرار يتاخد وبعد كده يبتدي يتفاعل معاه؟ ده انا ما اتمناهوش بصراحه. عرفتوا بقى يا جماعه الاقتراح ده غرضه ايه ومين اللي استفاد منه؟ طبعا يا جماعه الاقتراح ده تم طرحه لان النادي الاهلي ايه؟ النادي الاهلي الننوس. تعالوا بقى نروح للخبر الاخير الخاص بشائعات انتقالات النادي الاهلي والدوري المصري. اعمل لايك، اعمل كومنت، تفاعل مع الحلقه عشان دايما يوصلك الاشعارات بتاعه الحلقات الجديده. ويبدو كده ان احنا على اعتاب صفقه سوبر مجانيه في الدوري المصري لنادي بيراميدز، ورغم نفي اللاعب في الوقت الحالي خلال الساعات اللي فاتت، وهنا بنتكلم عن يحيى جبران لاعب نادي الوداد البيضاوي المغربي كابتن الخبره الكبيره جدا في دوري ابطال افريقيا، اللي طلع نفى خلال الساعات اللي فاتت انه مفيش اي مفاوضات ما بينه وما بين احد انديه الدوري المصري، وللاعلام اتكلم عن انه نادي بيراميدز، لكن هو مركز دلوقتي مع نادي الوداد. لكن الحقيقه على ارض الواقع بتقول ايه؟ اللاعب عقده هينتهي بنهايه الموسم مع نادي الوداد ويحق ليه من دلوقتي يوقع مجانا مع اي نادي. كل الاخبار بتقول ان نادي بيراميدز داخل في مفاوضات دلوقتي مع يحيى جبران عشان يحصل على توقيعه مجانا، لان وليد الكرتي رافض ان هو يجدد مع نادي بيراميدز لغايه دلوقتي. ايه الحكايه بالظبط؟ هل وليد الكرتي ليه خطوه قادمه داخل الدوري المصري من بوابه نادي الزمالك اللي بالتاكيد يهمه تعاقدات اجنبيه من غير ما يدفع دولارات كتير؟ كفايه الراتب وبس. هنتابع وهنشوف وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في حلقه جديده بالليل بامر الله تعالى. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.